هذه الديار التي أخرجتهم وهضمتهم وتنكرت لهم حبيبة إلى قلوبهم، يحبونها، يحنون إليها. هل كانت ديار إسلام؟ لا والله، كانت ديار شرك. هذا أخطر ما في خطبة اليوم فقط. عودوا بهذه المعلومة ولا تحتاجون أكثر من هذا. وهذه المعلومة لا تقال لكم وغير مكتوبة. كم قرأت من كلام واستمعت من خطب على الأوطان لم يقولها أحد، على أنها واضحة جدا كالشمس أيها الإخوة، ليس دونها حجاب. مكة كانت ديار شرك ووثنية وكفر، وحاول الكعبة 360 صنما، والقيادة السياسية فيها لرؤوس وسدنة الكفر والوثنية، وظلمت المسلمين الأوائل من أصحاب محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد، وعلى الأرواح الطاهرة من هؤلاء الشهداء من أصحابه قتلوهم أيها الإخوة، وعذبوا أنفارا كثيرين منهم، ثم أخرجوهم. ديار شرك وكفر نحبها، عجيب، ليست ديار إسلام نحبها لأنها ديارنا. غريزة، لا تستطيع أن تكرهني في بلدي كما قلت لكم، في مسقط رأسي، في مثواي، في موئلي، لا تستطيع. أنا جزء منها، لحمي ودمي وعظمي منعقد من تربها ومائها، من خيرها، من هوائها، من ظلالها. أدوائي، أوجاعي، طبها أيها الإخوة، عقاقيرها في أرضي وبلادي. النبي يقول بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا شفاء لسقيمنا. وهذا ذكره جالينوس، قال أحسن العقاقير، أحسن الأدوية للأدواء هي التي تؤخذ وتستخرج من المنطقة ذاتها. الطب البيئي، الطب البيئي، النبي كان يفهم هذا. يقول تريد أن تداوي نفسك، ابحث عن دوائك في أرضك، في تربة أرضك، في هوائها، في مائها، في تربها، في أشجارها، في ظلالها، في فاكهتها، في خضرها. دواء لك، دواء لروحك. والروح لا تسكن ولا تستقر إلا في بلادها، والإبل مع غلظ أكبادها تحن إلى بلادها، تحن. ولذلك قيل الكرام أيها الإخوة يحنون إلى النجاب كما تحن الأسود إلى الغاب. كرام الناس ليسوا الخونة، ليسوا العققة الذين يكرهون بلادهم وأهل بلادهم وناس بلادهم. لا لا لا، هؤلاء ليسوا من الكرم ولا الكرامة، فضلا عن أن يكونوا من أهل الدين والاستقامة. دليلك، الدليل ما تعرفون، ما يعرفه الصغير قبل الكبير، والأمي إلى جانب العالم اللقن، حين خاطبها عليه الصلاة وأفضل السلام وهو بالحزورة مخرجا منها طريدا، يطاردونه يريدون دمه ورأسه ونفسه، دفعوا فيه 100 من الإبل لمن يأتي به. نظر وامتلأت عيناه الشريفتان بالدموع. إنك لأحب بلاد الله إلي ولا أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومي، يقول قومي، أخرجوني منك ما خرجت. يحبها. لا يأتي أحد ليلقن رسول الله، لا يأتين أحد ليلقن رسول الله درسا في الولاء والبراء يقول له لا يا رسول الله استغفر الله، لقد عدلت، لم تصب شاكلة الصواب، هذه ديار شرك ووثنية، عليك أن تبرأ منها وأن تلعنها وأن تعلن عليها الحرب. وبعد إذا أخرجوك منها ما الذي يمنعك أن تبعث بالرجال الفدائيين الاستشهاديين البارتيزان، يخرجون في ظلمة الليل يغتالون رؤوس الشرك والكفر من هؤلاء. أراد بعض الصحابة أن يفعل، ما رأيكم؟ جميل هذا الدين، جميل. يقول قتادة ابن دعامة السدوسي رحمة الله تعالى عليه فيما ذكره الإمام الفخر الرازي في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب، قال بعض الصحابة يا رسول الله أخرجونا وتألبوا علينا وفعلوا فأذن لنا أن نأتيهم. الصحابة كانوا في المدينة الآن مهاجرين مهجرين، نغتالهم، اغتيال سياسي، نغتالهم. فنزل قول الله تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولم يأذن لهم. ممنوع، ما في اغتيال سياسي. بكرة بعد بكرة إن شاء الله بعد بكرة يعودون ويخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويدفع عن هذا الدين وعن حملة هذا الدين، وهكذا كان بفضل الله تبارك وتعالى. اغتيال لا،
تقسيم الأوطان لا، تمزيق الأوطان لا، تدمير الأوطان لا، وباسم الدين.